القصة ابتدت من لعبة ببجي. روح موت. روح تعلم اللعبة. والله موبايلي عم يعلق. موبايلي عم يعلق يا رجل. حاجتك. هلا يلا. هذا اللي شايفينه كريم هو من أعز أصدقائي. لك عم يعلق الموبايل يا سلمى، عم يعلق. يا أخي والله عم يعلق الموبايل. هي مجرد لعبة. هو حاول يستفزني وقلت له لا ما عصبت. قال لي ريحة شوية مخك واصل لقبرص. ريحة شوية مخك لا قبرص. والغلطة اللي عملها هو انه قال لي شممني. شممني. خلاص يا زلمة والله خلاص. شممني راسك. خذ يلا. انا كنت مفكره عم يمزح معي وكنت اخذ الموضوع بضحك ولعب، بس للاسف اللي صار ما عاد فينا يرجع، واللي راح ما عاد فينا يتعوض. للاسف كانت اللعبة ضحك ولعب وتحولت لجد، وانا لساتني مو مستحمل ومو متحملني عقلي انه الشغلة جد وكيف هيك تحولت. ومشان نعرف شو صار لازم نسترجع الاحداث لنعرف. من شغلة شي يومين فاتت لعندي امي على الغرفة وعم تقلي افتح الشباك، طيب هوي في ريحة كتير، او اغسل ثيابك يا اخي او اتحمم. وانا قلت لها الله وكيلك يا امي، لك عم بغسل ثيابي 3 مرات باليوم بس ما عم توحى الريحة، شو اعمل؟ ليش فكرك ليش فضل خزان المي من كتر ما بتحمم؟ قلت لي معناها لازم تغير مسحوق الغسيل والشامبو، لاني انا بنبهك يا انس، اي حدا بشم ريحتك يمكن يموت. حاولت انعشر فيه وصحي بس للاسف الريحة كانت اقوى من كل شيء، فهون ما ضل عندي غير حل واحد اللي هو الصدمات الصباطية. للأسف الصدمات الصباطية ما مشي الحال مع كريم، وبعد ما دسيته لقيت انه نبضه وقف، والمسبب بقتله هو انا، يعني انا بدي انسجن ورح تنتزع حياتي كلها وخسرت رفيقي. الله يرحمك كريم مات. يرحمك يا رفيقي، لازم احضر تعزايتك بس بنفس الوقت ما لازم خلي روحك تطلع على الفاضي. السلام عليكم بنوس. وعليكم السلام. هلا شلونك معلم؟ هلا حبيبي. اول شيء الله يرحمه لكريم. ان شاء الله تعيش وتترحم. شلون هيك طلعت منا مثل الشعر بالعجين وقتلته للزلمه؟ شو قصدك ولا؟ لك بدنا ندور الحمايه بمعيتك. روين عن ابو شرفك حظ. انا نفدت من القصة والطب الشرعي اكد انه في ريحة كانت فايتة بمناخيره، مشان هيك بهالسبب مات، بس هذا الشي ما بيمنع اني لازم لاقي مسحوق غسيل وشامبو مشان اروح الوباء اللي فيني. للاسف حياتي قلبت مشاكل وفيها 99 مشكلة. فتق بلطلوني صاروا 100 مشكلة، لازم اروح عند محل منظفات واسأله، بس ما بدي يكون في عالم مشان ما انشمس قدامهم. حماد نواس. الله لا يوفق ونزع الفيديو. دقيت موتوري ومشيت بالشارع وعم بطلع يمين وشمالي على امل اني لاقي محل منظفات يكون منيح، ومو شرط محل منظفات، المهم اهم شي يكون في عنده كفالة المنتج اللي بيبيعه للناس. وانا ماشي بالطريق ضربت عيني على محل، كان المحل معجوق بالناس، فاستنيت لطلعوا العالم كلهم ومريت من عنده وتأكدت انه ما في حدا وفتت لعنده. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك معلم؟ هلا حبيبي. معلم داخل على الله عليك. تفضل. ان شاء الله. صدق. اشترينا مسحوق غسيل طلع بهوي، كل ما نشتري بيطلع بهوي. شامبو شم اكثر من هيك ما عم يمشي الحال ابدا. صدق معلم، نحن مجموعه مراكز جواد للمنظفات برعايه مؤسسه تيتي وازهار البتول. شو بتحتاج لعيونك معلم؟ من سائل الجري وانت طالع. يعني مضمون؟ مضمون وعلى كفاله 100%. تجريب يعني؟ على التجريب معلم، ما عندنا شيء مخبى. وين مسحوق الغسيل؟ ليكو. لازم نجرب كل شي، لانه اي حدا رح يجي عن طريق الفيديو يجرب المسحوق ويطلع مو منيح رح اكل انا المسبة. مشان هيك بدي احاول جرب كل شي واعطيكم النتيجة النهائية. هلا بنشوف. شم الريحه انت، شم الهفافه، شم النظافه. طبعا كل شي مجرب بس من دون ازعاج صاحب المحل. تمام حطها معلم. حبيب الله يرحم ابوك، هلا خلصنا من قصة مسحوق الغسيل، بدنا حل هالمشكلة. للشعب؟ ايه عندك هون معلم. كمان على التجريب؟ على التجريب، ليش في عندنا شيء مو على التجريب؟ نحن على كفاله معلم، ما بعطيك شيء غير على كفاله. حلو. طبعا هو عم يغسل ايديه غافلته، حطيت له راس وحطيت عليه شامبو وبلشت افرك فيه، مو مشان شي غواري بس كرمال المصداقية وكرمال تاخدوا شي متعوب عليه. بس للأسف أنا أول ما فتت لعنده على المحل وسألته ارتكبت نفس الغلط اللي عملته مع كريم. كتر ماني فهمان اجيت وشممته شعري. للأسف صاحب المحل ما تحمل ومات. وأنا كوني صاحب واجب
رجعت قمت بمراسم التعزية. قبل ما تشتري مسحوق غسيل أو شامبو أو أي شي منظفات فلازم تكون عارفان شو عم تشتري. المنظفات مراكز الجواد مسؤولين عن أي منتج منظفات بيقدمه، رعاية مؤسسة تيتي وأزهار البتول. اشتري منظفاتك من عندهم ولا تخلي حدا ياكل بعزاك. نحن مجموعة مراكز جواد للمنظفات برعاية مؤسسة تيتي وأزهار البتول، حبينا نسوي لكم هذا الباكج وهذا العرض بقيمة 100,000 بس. كيليان مسحوق من ماركة ريال ريد، وكيليان مسحوق من مؤسسة تيتي وأزهار البتول بدون كلور مع بدون سائل للجلي 4 لتر ب4 لتر، وشامبو 4 كيلو ومع بدون معطر. ومو بس هيك، معاهم هدية ظرف 450 ملي سائل للملابس الأسود مع ليفة والسلة كلياتهم هدية بس ب100,000. العنوان تضامن مقابل كازية تضامن. كونوا يا زوار كتار ناطرينكم.